بريوش شم النسيم الجميل. فيديو النهارده برعايه ست الحبايب ربنا يديها الصحه. قمت كده من النوم لقيتها بتعمل الجمال ده، قلت لها ابدا والله ما عزوا على المتابعين بتوعي الحلوين. انا قمت وهي خلاص عجنت، بس قلت لها لا لازم تقولي لي المقادير وتوريهم كده بتشكلي الاشكال الجميله دي ازاي. عايزه اوريكم كده الاشكال التحفه دي. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اللهم بارك. بصوا بصوا الجمال، بصوا بصوا الضفيره الحلوه دي، منه بسمسم وفي منه بسكر. عايزه اوريكم بس الطراوه بتاعته. بصوا بصوا، شايفين العجينه عامله ازاي اهي. بصوا تحفه تحفه تحفه. بصوا بصوا الجميله دي، يا خرابي على العسل والجمال. وطعمه بقى يا جماعه ما متعودين كل سنه تعمله لنا في شم النسيم، ربنا يديها الصحه يا رب والعافيه. بتعمل كل يوم شويه كده على قدها علشان يعني ايه طبعا ما تتعبش. فهقول لكم دلوقتي قالت لي ايه على المقادير وهسمعكم صوتها. ادعوا لها بقى دعوه حلوه ربنا يشفي عنها يا رب ويخليها ويخلي كل امهاتنا. قولي لنا بقى يا ماما ده اسمه ايه والمقادير بتاعته ايه؟ منجقونة أو بريوش. في ناس في بورسعيد بيقولوا عليها منجقونة، وفي الدول التانية بيتقال عليها بريوش. المقادير: نص كيلو دقيق، نص كوباية سكر، معلقة كبيرة خميرة فورية، نص معلقة بيكنج باودر، رشة ملح، بيضة، كوباية لبن. لو في موجود لبن بودر بيدي دسامة حلوة قوي للعجينة، مفيش خلاص العجينة بتبقى زي الفل كده من غير. الطريقة: بنجيب المواد الجافة، بجيب الطبق اللي أنا هعجن فيه، بحط نص كيلو دقيق، عليه نص كوباية السكر بودرة، ونص معلقة بيكنج باودر، رشة ملح. ده الطبق اللي هيتعجن فيه. باجي في طبق تاني أو كوباية بحط كوباية لبن وعليها بيضاية ومعلقة خل ورشة فانيليا وأقلبهم مع بعض. الحاجة التالتة: بجيب كوباية وبحط فيها نص كوباية مية دافية، عليها معلقة الكبيرة الخميرة، وبقلب ومعلقة سكر وأقلبهم مع بعض. أصبح دلوقتي عندي طبق فيه الدقيق، وطبق فيه البيض واللبن، وطبق فيه الخميرة. باجي أمسك اللي هو البيض واللبن ومعلقة الخل، بدلقه على الدقيق وأعجن، أبتدي أعجن. تمام. ابتدي اعجن فيه. بعد شويه بحط ايه الخميره، بتكون خمرت، واروح دلقاها على العجينه واقلب مع بعض. بعجن العجينه كويس جدا. بعد ما بعجنها بجيب معلقتين زبده، ما عندكيش زبده معلقتين زيت، وبعجنهم مع العجينه تاني، املكهم حلو شويه مع بعض. وبعد كده اغطي العجينه في الطبق واغطيها تخمر. بعد ما تخمر بجيبها احطها وعلى الكونتر اللي انا بعمل عليه، او الرخامه او الترابيزه، اي حاجه انت بتعملي عليها. وتقسمي العجينه، هي اللي نص كيلو بيديك 14 قطعه لو هو زي ما انا هعمل كده. بعد كده عشان تسهلي على نفسك، الاول بتقطعي بتكوريه. ليه بنكوره؟ عشان العجينه تستريح. لان انا لو خدت منها على طول بتبقى العجينه معاكي شده، تفضلي تبرمي فيها، لكن هي شده بتلم تاني. بعملها كور الاول، وبعد كده باخد كوره كوره افردها، واعملها صوابع افردها على الترابيزه كده، بيكون خلاص العجينه تريح، علشان لما اجي الفها او اشتغل فيها بتكون مظبوطه في ايدي. لكن لما انا باخدها على طول وبعملها بتكون زي الاستيك، كل ما تبرمي فيها ترجع. بعد كده بتلفيها حلزوني، تعملي ضفيره، تعملي الرسمه اللي انت عايزاها. بيخمر تاني، يعني العجينه دي بتخمر مرتين، مره وانت عجناها، والمره التانيه وانت مقرصاها. تيجي بعد كده لما تبتدي العجينه وهي متشكله خمرت، بجيب بيضه وعليها فانيليا ومعلقتين لبن، وبقعد اقلبهم مع بعض. البيضه بناخد الصفار بس ونشيل البياض، بقلبهم مع بعض وبالفرشه كده بالراحه على العجينه، عشان لو دوسنا عليها الخمر بتاعها هيروح. فانا بالراحه كده بدهنها. وبعد ما ادهنها، عايزه تحطي سمسم، عايزه تحطي سكر، عايزه تحطي كريز، عايزه تحطي اي حاجه من فوق، انت واللي موجود عندك، وكله بيطلع زي الفل. عجينه قطنيه وجميله جدا، وطبعا انت هتعملي وتشوفيها. وبعد كده بنحطها على حراره 180 لغايه ما تستوي. طبعا هي لو عندك مروحه بتشغلي مروحه بتحمر لك الوش بتاعها، لو ما عندكيش وخلاص قربت تستوي بتولعي عليها الشوايه وتديك اللون من فوق. شكرا يا ست الحبايب، ربنا يديك الصحه يا رب.